تعال اقول لك على اخطر 5 حاجات ما ينفعش تعملها ابدا وانت بتجهز الويب سايت بتاعك. واخر حاجه صادمه، ضروري اعمل سيف للفيديو ده عشان هينفعك جدا. اول حاجه، ما تبداش قبل ما تحدد هدف الويب سايت بوضوح. يعني الويب سايت ده معمول ليه؟ للبيع ولا لجمع البيانات ولا للترويج ولا للتعليم؟ الهدف ده هو اللي بيحدد التصميم والمحتوى وتجربه المستخدم. من غيره هتعمل ويب سايت شكله حلو بس ملهوش فايده. تاني حاجه، ما تسيبش الموضوع بالكامل في ايد الديفلوبر او المصمم. الويب سايت بتاعك مش مجرد كود، هو جزء من البيزنس بتاعك. لازم تكون مشارك في كل التفاصيل اللي فيه، زي الاقسام والالوان والهويه والرساله والعناوين. الويب سايت بيحكي قصه علامتك التجاريه، فما تسيبش حد يحكيها مكانك. ثالث حاجه، ما تفكرش ان الويب سايت مجرد تصميم. في ناس بتدور على شكل حلو، بس النجاح الحقيقي بيجي من سرعه التصفح وتوافق الويب سايت مع الموبايل، تجربه المستخدم الواضحه. يعني البرفورمانس والاس اي او اهم من الالوان والانيميشن. رابع حاجه، ما تخليش اول اهتمامك يكون على السعر بس. في فرق كبير بين ويب سايت ب 10000 جنيه بس هو شكل ومنظر بس، ويب سايت تاني اغلى من كده لكنه استثماري. السعر عمره ما بيكون مقياس للجوده، اللي يهمك هو ايه اللي هتاخده فعليا. واسال نفسك دايما، الويب سايت اللي هاخده ده هل هيخدم اهدافي؟ هل قابل للتطوير؟ هل هيفضل شغال سنين قدام؟ خامس حاجه ودي الاهم، ما تعملش الويب سايت لوحدك او مع حد مبتدئ ولا باستخدام الاي اي، لان في تفاصيل كتير مش باينه للمستخدم العادي، زي قواعد الحمايه، النظام الداخلي، واعدادات السيرفر، والبنيه الفنيه للاس اي او. واحده بس من دول ممكن تعمل لك مشكله تخلي الويب سايت بتاعك يقع او يخترق. عشان كده لازم تشتغل مع ناس فاهمه حتى لو اغلى شويه، لانهم هيوفروا عليك كتير بعدين. في النهايه لو عايز تعرف معلومات اكتر تواصل معانا او زور موقعنا، واحنا في لوتسيرف هنقدم لك استشاره مجانيه تساعدك تختار الطريق الصحيح. وما تنساش تتابعنا عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه.